الخير، ممكن ترشح لي مطور اشتري معاه فيلا في حدود ال 35 مليون جنيه كاش؟ ليه كاش؟ هرشح لك المطور. تمام، هقول لك على تجربه انا مريت بيها 3 مرات مع كلاينت شبهك. تمام، الف ب استثمار توزيع الاصول. ال 35 مليون جنيه هوريك يجيبوا لك كام اصل. ال 35 مليون جنيه كاش احنا قسمناهم لثلاث اجزاء، جزء 15 مليون، 12 مليون، 8 مليون. هنحتاج منهم ال 15 مليون وال 12 مليون بس، واللي مجموعهم هيكون حوالي 27 مليون. هنجيب بال 15 مليون جنيه محل متأجر ب 130 ألف جنيه شهريا، وبال 12 مليون جنيه هنجيب محل متأجر ب 83 ألف جنيه شهريا. يعني المحل اللي ب 12 مليون واللي ب 15 مليون بيدخلوا لنا في الشهر 213 ألف جنيه. ما تنساش ان احنا لسه ما قربناش من ال 8 مليون. يعني احنا المحلين دول بيدخلوا لنا كل 3 شهور 640 ألف جنيه. وبدل الفيلا اللي انت كنت عايزها ب 35 مليون جنيه انا هجيبها لك ب 27 مليون جنيه، فيلا مستقلة، واللي لو حسبنا المقدم بتاعها 10% هنلاقيه حوالي 2 مليون 700. وال 2 مليون 700 دي هي اللي هنستقطعها من ال 8 مليون. وقسط الفيلا اللي ب 27 مليون جنيه 607 ألف، واحنا بيخش لنا كل 3 شهور 640 ألف جنيه. يعني هو اشترى بال 35 مليون جنيه بيت ومحلين، وفضل معاه 5 مليون 300، وبيخش له كل 3 شهور 32 ألف جنيه. فكرة توزيع الأصول فكرة ناجحة جدا، وأنا شخصيا بعتبرها من أساسيات الاستثمار. لو أنت ما عندكش خلفية إزاي هتوزع المبلغ اللي معاك سواء 35 أو حتى 10 مليون جنيه، كلمنا، ما احنا موجودين عشان نساعدك، وعندك الفولو لو مهتم.